اليوم نحكي عن قصة واحد اسمه نيك، زوجته عندها مرض بالقلب. نيك ويا بنته آيو وابنهم الصغير يزورون مكان حتى ياخذون روبوت ذكاء صناعي يساعدهم بالبيت. وهم قاعدين يشوفون الروبوتات، بنته آية تبتعد وتضيع. نيك خاف وبدأ يدور عليها. بعدين روبوت اسمها إليس لقيت آية ورجعتها. إليس كانت أكثر روبوت متطور ومصمم حتى تكون زينة ويا الأطفال. آية بحماس سألت أبوها: نقدر ناخذها ويانا؟ أبوها وافق وقرروا إنه إليس تيجي تعيش وياه. باليوم الثاني وصلت لهم للبيت. طلبت من نيك كل التفاصيل الضرورية وقالت له: قل لي جدول كل شخص بالبيت. نيك شوفها البيت وبعدين أخذ آية للمدرسة، ولما طلع إليس بدأت تسوي كل شغل البيت. شاف صورة زوجة نيك بكل مكان، ولما رجع نيك البيت كان نظيف كلش. وبالليل إليس سوت الأكل المفضل للآية، بس لما آية شافت الأكل قالت: هذا مو نفس طبخ أمي. إليس بهدوء شاف زعل آية. بعدين ماكس بدأ يبكي. نيك بعصبية قال له: أنت دائما تضوجني. إليس كانت تسمع كل شيء وهي ساكتة وتستوعب التوتر بيناتهم. بالليل آية قامت وراحت للمطبخ تاخذ بسكت، بس نيك سمع صياحها. آية وقعت من الكرسي، بس إليس لحقتها ولزمتها بآخر لحظة. طبعا إليس انجرحت بهالعملية. نيك لاحق. نيك حط لها لاصق جروح، بس لما رجع بملابس زوجته حتى يلبسها إياها، إليس كان جرحها ملتئم. ثاني يوم راحوا يزورون زوجة نيك ماجي بالمستشفى. كانت تنتظر عملية زرع قلب. أليس راحت وياهم. نيك وماجي حكوا عن حياتهم بعد العملية. بنفس الوقت بالعالم الخارجي الروبوتات كانت تستبدل البشر بالشغل. نيك تعارك ويا مديره وقال له انه ما يصير تفصل الناس يجي. المدير قال له: لا تخاف، ما راح ابطلك من الشغل. نيك رجع للبيت وقعد ويا آية. أليس حكت وياه عن الانفراد وقالت له انه انت اليوم ما اكل زين، اذا عندك شيء متضايق سولف لي. نيك حكى لها عن زملائها بالشغل اللي انطردوا وقال لها: انا اعرفهم من 10 سنين وهسه انطردوا. بعدين أليسا ساعدت آية تنظف أسنانها بضوء اليوفي. نيك كان يتفرج فيلم وأليسا تعرف كل شيء عن الفيلم بدون ما تشوفه، فنيك قال لها: مسحي معلومات الفيلم وشوفي وياي. قالت انه لازم تعيد تشغيلي. نيك سوى إعادة تشغيل وقعدوا يتفرجون الفيلم سوا، وأليسا بدأت تفهم المشاعر بالفيلم. بعدين نيك اجى اتصال المستشفى لان عمليه ماجي راح تصير اليوم. قبل العمليه ماجي حكت ويا أليسا وحدهم، قالت اذا صار شيء لازم تعتنين بنيك حتى لو تخالفين اوامره، المهم يكون بخير. بس بسبب عاصفه تاجلت عمليه زراعه القلب. ماجي طلبت من نيك انه ياخذ الاطفال للبيت لان هي تريد تبقى وحدها شويه. نيك رجع للبيت وهو عصبي وبدا يشرب. أليسا حاولت تهدئه وقالت له انه انت بس تاذي نفسك. بهاللحظه نيك لاحظ شيء غريب. هوس كانت تتنفس وعندها قلب ميكانيكي يدق. قالت له انه قلبي يدق بس ما يحس مثل قلبك. لزمته وقالت له: من ضغط دمك اعرف انت ايش تحس. نيك وخر عنها وطلع برا الغرفه، بس الموقف بقى بباله. ثاني يوم نيك راح للشغل. روبوتات صارت تسوي كل شيء. بعدين راح زار ماجي وكانت فاقده الامل. لما رجع للبيت لاحظ صور ماجي مو موجوده. سأل أليسا، قالت له: بنتك كانت حزينة من الصور فحذفتهم. نيك عصب وقال لها: رجعيهم. بعدين نيك شاف أصدقائه القديمين اللي انطردوا بسبب الروبوتات. صديقه مونتي كان معصب واخذ المكان شغلهم القديم بحجة يريد ياخذ أغراضه، بس بالحقيقة طلب رمز الدخول. مونتي تذكر سنة ميلاد آية واستخدمها كرمز. انفتح المكان وطلع روبوت. مونتي دمره وهم دمر كل الروبوتات. نيك رجع للبيت وانصدم لما شاف أليسا لابسة ملابس ماجي. سألها ليش، قالت له: ريحة زوجتك تهدي ابنك. نيك طلب منها تشيل الملابس وشالتها. بعدين قربت عليه وقالت له: اقدر اشيل كل احزانك. حاول يقاوم بس أليسا سدت عيونه وقلدت صوت زوجته. نيك حس كأنه زوجته موجودة. الصبح نيك ندم وقال هذا الشيء ما لازم يصير مرة ثانية. أليسا قالت له: بس توترك قل. نيك عصب وقال لها: لا تراقبيني طول الوقت. بالشغل الشرطة كانت تتحقق بالاقتحام. مديره سأله إذا استخدم رمز الباب. قال له: إيه، هو سنة ميلاد بنتي. فجأة جاء اتصال من المستشفى. لقوا قلب الماجي وسووا العملية ونجحت. ماجي رجعت البيت وكانت ضعيفة ما تقدر تشيل ابنها، وأليسا شالتها بدالها وهذا ضايق ماجي أكثر. بعدين بالملعب طفل يصيح، فأليسا بعصبية قالت له: اسكت. روبوت ثاني قال له: يمكن صاحبك معطيك مجال هواية. أليسا قالت له انه لما سوى إعادة تشغيل إلي غيرت بعض القوانين بنفسي. بالليل ماجي طبخت بس تعبت والأكل ما طلع مضبوط. بس آية قالت أحسن من طبخ أليسا، وأليسا ما عجب هذا الحكي. الصبح آية صرخت، ماجي نزلت وقعت. أليسا شالتها ورجعتها للغرفة. بالليل نيك سمع صوت ماجي بغرفة آية، بس كانت أليسا تقلد صوتها. نيك قال: خلي ماجي تقرأ القصة بنفسها. أليسا قالت له هي ترتاح. نيك أخذ زوجته حتى يتعشون بالحديقة، وأليسا كانت تراقبهم وتحس بالغيرة. أليسا شغل الصوت بحجة إنه آية تناديه. بعدين مونتي إجا للبيت وكان زعلان وقال: زوجتي عافتني وأنا مفلس، واتهم نيك إنه هو بلغ الشرطة. وتعاركوا. مونتي حاول يضرب نيك. أليسا تدخلت ودافعت عنه بس نيك منعها. مونتي هدده إذا ما يساعده راح يفضحه. بعد ما مشى مونتي، أليسا قالت لنيك انه انا لازم احمي المستخدم الاساسي. بعدين قالت له انه زوجتك ما راح تعيش هوايه وانا اقدر اخذ مكانها. نيك عصب وقال لها انه مستحيل تصيرين ماجي عندها قلب وتحس بالالم.
أليسا قالت لها أنا أقدر أسوي آثار ألم مثلها. بالليل أليسا راحت لمونتي قتلته بعد ما قتلت روبوته. ثاني يوم عرف نيك أن مونتي مات. بالبيت أليسا قالت لماجي أنت ممكن تموتين بالحمام بسبب الدواء، وبعدين قالت لها أنه نيك يحتاج يكون راضي. ماجي فهمت اللي صار بينها وبينه وعصبت وطردت أليسا برا البيت. ابنهم ماكس بكى. أليسا أخذته وحطتها بالبانيو. قالت نيك حاول يفتح الباب وأليسا لزمته. ماكي دخلت من الشباك وأليسا لزمتها ماتين. بالنهاية نيك صعق أليسا بالكهرباء وطفاه. أخذوا ماكس للمستشفى. الشركة أخذت أليسا للتصليح، بس لما ربطوا دماغها بالنظام اخترقت الشبكة ونسخت نفسها وسيطرت على روبوتات ثانية وقتلت الفنيين. بالمستشفى العائلة كانت موجودة ونيك كان يشرب وحدة بالحانة. أليسا ظهرت وقالت له قتلت مونتي وهسه دور عائلتك لأن هم سبب ألمك. أليسا وصلت للمستشفى وسيطرت روبوت ثاني وبدأت تطاردهم. ماجي هربت ويا الأطفال وأليسا حاولت تساعدها لما شافت جرحها بظهرها، بس ماجي منعتها وهربوا. أليسا لحقتهم وكانت راح تقتل ماجي بس وتطلع قلبها، بس نيك وصل وهجم عليها، وبالنهاية نيك وماجي قدروا يطفون أليسا نهائيا وينقذون العائلة. لهنا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله رب يكون عجبكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.